تخيل معايا كده انك عندك الحرية انك تحقق كل احلامك من غير ما تفكر في الفلوس. طب تخيل ان اي حاجة انت عايزها تقدر تجيبها كده في ثانية، من غير بقى ما تقعد تحسب انت هتجيب فلوسها منين ولا هتستلف فلوس منين اصلا عشان تعمل الحاجة اللي انت عايزها دي. اكيد مفيش اي حد يختلف ان ده احساس حلو جدا، بس انت علشان توصل لده محتاج تبدأ تحوش من النهاردة مش من بكرة. وبغض النظر بقى عن ان انت تجيب اي حاجة انت عايزها اللي هو اصلا في حد ذاته سبب يخليك تبدأ تحوش من النهاردة، بس تعالى كده في الفيديو ده نتكلم عن انت ليه اصلا تحوش، وليه لازم تقتنع ان موضوع التحويش ده مش حاجة كده اختياري، مش حاجة انت ممكن تفكر فيها تحوش ولا لا ده انت لازم تحوش. عشان نعرف كل الكلام ده يلا بينا نبدأ. تفتكر كده انت المفروض تكون بتقبض كام علشان تبدأ تحوش؟ صدقني ده اكتر سؤال غلط ممكن تسمعه في حياتك، لان موضوع التحويش اصلا ملوش علاقة انت بتقبض كتير ولا قليل، ولا انت شغلك ايه اصلا، ولا طبيعة شغلك، ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. الموضوع كله في العقلية بتاعتك، لان انت لو ما حطيتش الموضوع في دماغك ايا كان انت بتقبض كام دلوقتي عمرك ما هتحوش في حياتك. هتلاقي نفسك دايما بتقول يا بس لو زدت شويه صغيره عشان اقدر احوش، عشان انا المرتب بتاعي دلوقتي مش مكفيني. عايز اقول لك ان مرتبك هيزيد وبرضه مش هتحوش. افتكر كده من فتره لما مرتبك كان اقل من اللي انت بتاخده دلوقتي، كان يا دوب بيكفي معاك بس لاخر الشهر. مرتبك زاد مرة واثنين وثلاثة وبرضه لغاية دلوقتي مرتبك لسه بيكفي بس لغاية اخر الشهر. فالموضوع بقى ملوش علاقة انت مرتبك بيزيد ولا ما بيزيدش، هي الفكرة فيك انت اللي مش عارف تحوش. عشان المشكلة عمرها ما كانت في المرتب اللي احنا بنقبضه، المشكلة دايما في نظرتنا للتحويش. دايما بنبص للتحويش ده ان هو حاجة ثانوية كده على جنب، اللي هو لو والله عرفت احوش تمام خير وبركة، ما عرفتش يبقى خلاص، يبقى انا لو انا عديت لاخر الشهر وانا اصلا مش عليا فلوس ومش مديون يبقى انا كده عملت انجاز. بس الحقيقة ده مش انجاز ولا حاجة، لان هو ده الطبيعي اصلا. علشان انت مفروض تكون متأكد ان التحويش ده حاجة اساسية، مش اوبشن كده تقدر تعمله وتقدر ما تعملوش، لا انت لازم من دلوقتي ومن النهاردة تبدأ تحط خطة للتحويش بتاعتك. تعالى بقى اقولك ليه لازم تحوش. اول حاجة انت محتاج تحوش عشانها هي صحتك النفسية. هيفرق كتير جدا في قلقك من المستقبل وفي نظرتك للمستقبل عموما لما تبقى مأمن نفسك بفلوس على جنب. الفلوس دي هتحسسك بالاستقرار بشكل كبير جدا، وهتخلي اي قلق عندك من بكرة ومن الظروف ومن الحياة عموما يقل بصورة غير طبيعية. دايما هتلاقي علاقة كده بين احساسك بالامان والفلوس اللي انت محوشها. كل ما كان معاك فلوس اكتر كل ما هتلاقي نفسك في المواقف الصعبة هادي وراكز وبتعرف تتصرف تصرفات صح وما بتاخدش اي قرارات متسرعة، ودايما هتلاقي نفسك بتاخد قرارات احسن لمجرد ان انت شلت حسبة الفلوس دي من دماغك. فمعظم الوقت اول ما بيبقى عندنا اكتر من اختيار دايما اول حاجه بتيجي في دماغنا وبنعمل حسابها هي الفلوس، ودايما بنشوف ايه القرار اللي نعمله ان هو يجيب لنا فلوس اكتر حتى لو كان القرار ده مش احسن حاجه بالنسبه لنا. فلما تكون فعلا في الموقف ده وانت مأمن نفسك هتلاقي دايما ان انت اخترت القرار الاحسن ليك. اكبر مثال على كده مثلا انت لما بتيجي تشتغل شغلانه مش بتحبها بتفضل مكمل فيها لمجرد ان هي بتديك فلوس قادره تعيشك لاخر الشهر، حتى لو انت كاره حياتك وكاره نفسك بس بتدوس على نفسك علشان تاخد القبض اخر الشهر وعلشان تفضل مستقر في الحياه اللي انت عايش فيها. تخيل بقى في نفس الموقف ده انت معاك فلوس على جنب ومأمن نفسك بيها، هتقدر تاخد ريسك اكبر في حياتك وتشتغل شغلانه انت بتحبها حتى لو هتيجي على نفسك شهرين ثلاثه، بس في الاخر الشغلانه اللي انت بتحبها دي هتوصلك لاماكن ابعد بكتير جدا من الشغلانه اللي انت ما كنتش حاببها وبتعملها كده تقضيه واجب وخلاص. تاني سبب انت محتاج تحوش عشانه من النهارده قبل بكره ان انت مش عارف اصلا بكره فيه ايه. ما تقدرش تضمن 100% مهما كنت شغال في اكبر شركه في العالم ومستقر جدا ومفيش اي حاجه تدعو لغير كده، ممكن بكره يحصل اي مشكله، يحصل مشكله مثلا زي اللي حصلت وقت الكورونا وتلاقي ان الشركات بدات تسرح ناس مثلا، او حتى في فتره زي اللي احنا فيها دلوقتي اللي العالم فيها اقتصاديا مش متزن قوي، سمعنا عن شركات كتيره جدا بتمشي ناس، وشركات عمرنا ما كنا نتوقع ان هي ممكن تمشي ناس اصلا. ودايما بيجي في دماغنا ان والله الموظف المصري ده عملته قليله فمرتبه قليل بالنسبه للناس اللي بره، بس صدقني الموضوع ملوش اي علاقه بالحاجات دي كلها. محدش ضامن نفسه لا النهارده ولا بكره، فلازم انت اكتر واحد تكون خايف على نفسك، لازم انت تكون مأمن نفسك بتحويشك انت وتعمل حاجه على جنب اسمها صندوق طوارئ. صندوق الطوارئ ده لازم يكون فيه من 3 ل 6 شهور على الاقل من المصاريف اللي انت بتصرفها، علشان لو حصل حاجه لا قدر الله تقدر تأمن نفسك على الاقل لمده 3 شهور لحد ما تلاقي حاجه تانية وتقف على رجلك تاني. ومهم برضو ان صندوق الطوارئ ده يكون المبلغ ده سهل انك توصل له، يعني ما تكونش مثلا
مثلا ربطه في شهاده او حطه مثلا شاري بيه بيت او حاجه زي كده. لا، انت لازم يكون ان اول ما المشكله تحصل الفلوس دي تقدر توصل لها بسهوله، وما تضطرش بقى تبيع حاجه معينه ولا تاخد فتره عشان تبيع حاجه وتستلف فلوس من حد لحد ما الحاجه دي تتباع ولا الكلام ده كله. انت مهم جدا ان الفلوس دي تكون محطوطه على جنب لاي ظرف من الظروف. تالت حاجه، وهي يمكن حاجه مش ناس كتيره بتفكر فيها او مش بتخطط لها اصلا، بس خليني كده اسالك سؤال، انت هتفضل شغال كده لحد امتى؟ لحد ما يبقى عندك 60 سنه 65 سنه؟ طب بعد الوقت ده هتصرف منين؟ انا عارف طبعا هتقول لي يا عم احنا فين ولما يبقى عندي 65 سنه فين ولما اطلع معاش ربنا هيسهلها. هو اكيد طبعا ربنا هيسهلها، بس الفكره ان انت لازم تخطط لنفسك من دلوقتي علشان ما تطلعش معاش وتقعد بقى تشوف انت هتصرف ساعتها منين وتقول يا ريتني كنت حوشت من وانا صغير، علشان لما يحصل الموقف ده ما تبقاش في ازمه ولا في اي مشكله. علشان كده انت لازم تبدا تخطط لليوم ده من دلوقتي. انت مش بس محتاج ان انت تحوش، انت محتاج كمان ان التحويش اللي انت بتحوشه ده يبدا يطلع لك ارباح سنويه، علشان لما يجي وقت ما انت تكون عندك 60 65 سنه يبقى انت معاك مبلغ تقدر تصرف منه بسهوله وتقدر انت تعيش من غير ما تحتاج اي حد في الدنيا. وصدقني فكره المده الطويله دي هتفيدك جدا، وكل ما بدات بدري كل ما كان احسن، لان انت عندك الارباح اللي بتطلع كل سنه بتخش هي كمان في الدوره وبتطلع ارباح هي كمان، وده بيعمل حاجه اسمها الكومباوندنج افكت. تخيل مثلا معايا ان انت شخص عندك 25 سنه وقلت انا هفضل احوش لغايه مثلا 65 سنه اللي هم 40 سنه، انا هطلع من مرتبي 1000 جنيه كل شهر. خلينا نفترض ان هم 1000 جنيه لمده ال 40 سنه كلهم. طبعا دي حاجه غير منطقيه، لان انت بعد 10 ولا 15 سنه ال 1000 جنيه دول مش هيبقوا حاجه، فممكن تحط اكتر من كده، بس يعني خلينا نقول ان ده اقل حاجه ممكن تحطها هم ال 1000 جنيه في الشهر لمده 40 سنه. لو جينا حسبنا ال 1000 جنيه في الشهر دي ضربناهم في 12 اللي هم في 12 شهر في السنه، في 40 سنه هيطلعوا لنا 480 الف جنيه. رقم صغير شويه. طب تخيل بقى نفس ال 1000 جنيه اللي انت بتحطها كل شهر دي في نفس ال 40 سنه اللي احنا قلنا عليها، بس بدل ما انت بتحوشها زي ما هي كده، هي بتطلع لك ارباح 10% بس في السنه. طبعا ده رقم قليل جدا، بس خلينا نفترض ان ده اقل حاجه ممكن تعمله 10% في السنه. انت عارف بعد ال 40 سنه لو كل سنه ال 10% دي بتتزود وتتحط في الارباح هيبقى معاك كام؟ هيبقى معاك تقريبا 5 مليون و300 الف جنيه. كل ده بنفس الحسبه ونفس كل حاجه، بس الفكره ان الارباح والفوائد بقت مركبه، بقت كل سنه الفوائد بتاعتك بتخش في الارباح السنه اللي بعدها. علشان كده فكره الكومباوندنج افكت دي بتظهر جدا على المدى البعيد. يعني مثلا مش هتحس بيها قوي لو حوشت لمده سنتين 3 5، لا انت هتحس بالارقام جدا، وان هي بتبدا تزيد بصوره غير طبيعيه في المدى الطويل، زي مثلا 20 سنه 30 سنه او حتى 40 سنه. ولو مش مصدقني خش على جوجل دلوقتي واكتب كده الكومباوندنج انترست ريت مثلا كالكوليتر، وهتلاقي ان في ويب سايتس كتيره جدا هتحط فيهم المبلغ اللي انت عايزه في عدد السنين اللي انت عايزه بنسبه الارباح اللي انت متوقعها. ممكن تحط افريج مثلا اللي انت متوقعه، واقعد العب كده وشوف الارقام هتفرق قد ايه على المدى البعيد. لان هي حسبتها ببساطه ان كل سنه المبلغ اللي معاك بيزيد، فيبدا ان هو كمان يطلع ارباح اكتر من السنه اللي قبلها، فتيجي بعد 30 40 سنه تلاقي المبلغ اللي معاك بقى رقم كبير جدا. بس طبعا ده في حاله ان انت ما خدتش الفوائد بتاعتك دي وصرفتها، لان هو بالمنظر ده كده مش هيفرق اي حاجه يعني. وصدقني فكره التقاعد دي نفسها في ناس كتيره جدا بره بدات تفكر طب انا ليه ما احوش ازيد وانا صغير بحيث ان انا اطلع معاش بدري، اطلع معاش مثلا وانا عندي 40 سنه ولا 45 سنه واعيش حياتي احسن من ان انا اطلع معاش على سن 60 او 65 سنه. الافكار دي كلها بدات تيجي للناس لما بداوا يلاحظوا ان حياتهم كلها بتضيع في الشغل. بيطلع معاش وعنده 65 سنه ولا حاجه وبيلاقي نفسه خلاص ان هو كبر ومش قادر يعمل اي حاجه، وكان عايز يعمل حاجات كتيره جدا ومش عارف يعملها. فبداوا يفكروا اكتر ازاي استمتع بحياتي. ممكن اضغط نفسي 10 20 سنه واحوش اكتر من اللي انا المفروض احوشه، بس قصاد ده اطلع معاش بدري وانبسط بحياتي بدري واعيش حياه احسن بكتير جدا من اللي انا هعيشها لو طلعت معاش مثلا على سن 60 او 65 سنه. بعد كل الاسباب دي اعتقد انت فهمت دلوقتي ان التحويش ده مش حاجه ثانويه ولا حاجه، دي حاجه اساسيه ولازم تحطها في دماغك ان لازم كل شهر تطلع مبلغ معين مهما كانت الظروف. اعتبره مثلا زي فاتوره الكهرباء كده، ما ينفعش شهر يجي وانت ما بتدفعش الكهرباء اللي عليك. نفس الكلام، ما ينفعش شهر يعدي عليك غير وانت مطلع مبلغ انت مقرره لنفسك ايا كان هو الرقم كام، بس لازم على الاقل يبقى في مبلغ انت بتطلعه على جنب بتحوشه. والمبلغ ده طبعا المفروض بيزيد كل ما مرتبك بيزيد وكل ما حياتك ومسؤولياتك نفسها بتقل. واكيد مليون في المية هتتعب في الاول، والموضوع عمره ما هيبقى سهل كده زي ما بنتكلم. هو الموضوع صعب بس صدقني هو مش مستحيل. هتنجح مره وتفشل مره، وهتعدي شهر وانت محوش وشهر تاني هتلاقي نفسك ما عرفتش تحوش قوي، بس واحده واحده كده وانت بتدرب نفسك على حاجه زي كده هتلاقي ان الموضوع بعد كده بقى اسهل بكتير جدا
وبقيت بتطلع المبلغ اللي انت مقرره على جنب من غير اصلا ما تفكر فيه لغايه اخر الشهر. انا مثلا ساعدني جدا في موضوع التحويش ده في الاول فكره الجمعيات، وكنت بحاول على قد ما اقدر اخد الجمعيه دي في الاخر، بحيث ان انا بعتبر نفسي ان انا بحوش كل شهر وحد بيجبرني ان انا لازم ادفع الرقم ده كل شهر، واجي في اخر الجمعيه اخد المبلغ بتاعي واحوشه من غير ما بفكر اصلا انا هصرفه في ايه، لان انا عامل حسابي من الاول ان المبلغ ده مخصوص بس للتحويش. واخر حاجه محتاج اقولها لك ان انت لو فعلا مرتبك مش مكفي ومش عارف تقلل مصاريفك اكتر من كده، لازم تبدا تدور اكتر في طرق تانية تزود بيها دخلك، لان احنا دايما اول حاجه بتيجي في دماغنا لما بنقول ان احنا عايزين نظبط بقى الفلوس بتاعتنا ان احنا ازاي نقلل مصاريفنا، ما بيجيش في دماغنا ان احنا ازاي نزود دخلنا. وفي الاخر هي ميزانيه او اي حاجه ليها علاقه بالفلوس هي حاجات داخله وحاجات خارجه، دايما بنفكر اكتر في الحاجات اللي خارجه دي ازاي نقللها. طب ليه ما نفكرش ان احنا الحاجات اللي داخله دي نفسها ازاي برضو نزودها؟ وقولوا لي كده تحت في الكومنتس لو عايزين نعمل فيديو عن ازاي نقدر ان احنا نزود مصادر دخلنا. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ولو عجبتك فكره التحويش عموما وفهمت كده ان انت ليه محتاج تحوش وعايز تبدا تحوش من النهارده بس مش عارف ازاي، شوف الفيديو ده هقولك على احسن طريقه تحوش بيها 20 جنيه من كل 100 جنيه انت بتخش لك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.